انت قول لي يا حاج دبور، انت طلعت من صلاة الجمعة من هنا وكأنك ما انت شايف حد خالص. والله يا ابني اللي فيا ما في حد خالص يا ابني، سيبني في حال الله يرضى عليك. في ايه بس يا حاج دبور؟ يا ابني عايز نجوز الولا والله وما نعرف نعمل ايه واللحمة غالية. طب ما اقول لك على حاجة. جو الحاج سطور فاتح دكان لحمة. ماله؟ فاتح دكان لحمة. لا والله. اهو مننا وعلينا. اي ويدينا برضه حاجة نظيفة. ادينا حاجة نظيفة. ده الحاج سطور ده بسم الله ما شاء الله عليه، معروف عنه انه ما بياخدش الا الوجيع والسقط والميتة واللي مرمية في الطرع والكلام الفاضي ده. انت عايز تلبسني يا عم مع ناس وتفضحني؟ اسمع بس الكلام. ده السبحة معاه طول مترين. ما المصيبة ان السبحة معاها طول مترين، ايه لو السبحة مش طول مترين كنت قلت ماشي. هو هيعمل معانا الصح يعني ولا حد تاني يعني كده؟ هيعمل معانا ايه طيب؟ هيعمل معانا ايه يعني مثلا؟ يعني مثلا لو الكيلو ب 400 ممكن يديهولك يعني ب 380 او 350. وانا كده استفدت ايه؟ بنروح نشتري النظيفة وخلاص المضمون. يا عم برضه بتوفر في فلوسك. انا يا عم بنعمل ليه؟ ما هو انت بتعمل ليه؟ ايوه بس بص صلي على النبي. عليه افهم. افضل الصلاه والسلام. انا دلوقتي اه معايا شويه فلوس، حلو. ما انا ممكن نروح نجيب بهم لحمه نظيفه ونمشي الدنيا، اه او ممكن نروح نجيب بهم لحمه ياما اغلى ماشي، بس الناس تعمل لي مصيبه. اه فانا نعمل ايه دلوقتي؟ يا عم اسمع الكلام بس. ايه الحاج دبور هتلاقيه جاي سرح الارض دلوقتي ونكلموه في الموضوع دي لو لقيناه. والله لو لقيت الفرق ينفع ونستحمل اللي هيسمعه من الناس بعد كده نقوله ماشي. ماشي توكلنا على الله. الحاج يا ريتنا جبنا سيرة اتنين هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا السلام عليكم سطور عامل ايه؟ حبايبي 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 بالخير دايما. بالخير والله يا حاج سطور. بالخير دايما. ده انت كلك خير والله. والله انتوا حبايبي. الله يكرمك والله وبنحبكم لله في لله. حاج سطور دلوقتي صلى على النبي. عليه الف صلاة. ابدأ حضرتنا كده بالصلاة على النبي. عليه الف صلاة وسلام. عندك ايه انت وهو؟ يقول لك حاجة ربنا اسمع الكلام شفت الإمام في قلبي. لا ما شاء الله. ما هي المصيبة ان الإمام في قلبه رخاخ ازواجنا. بتسهروا وبتقولوا ايه؟ بلاش ودودة بقى، احنا بدأنا الكلام بالصلاة على حضرة النبي. خلاص يا حاج سطور انت حبيبنا برضه والسبحة بسم الله ما شاء الله. خلاص يا اولاد الدنيا ما عادش فعلا، خلاص مشينا على عكاز من بعد الصحة، ما عادش الواحد ايام العفرطة بتاعت زمان دي ما عادش موجود. ربنا يديك الصحة يا حاج سطور. بص يا ربنا حاج يديك سطور. الصحة يا حبيبي. الراجل ده هو تمام عنده فرح ابنه تمام وعايزين لحمة من عنده. عايزين لحمة لايه؟ للفرح؟ انضف ده انا نديله انضف بقرة في الزريف. ده اللحمة اللي هو عايزها بحالها. انا عينيا ليه. طب انت هتجيبها لنا حية ولا مذبوحة ولا؟ شوف انت عايز ايه، هو بس انت الحية. ايوه عشان نجيبها لك. ده الواد اللي هيذبحها ياخد 2000 جنيه ومش عارف قصة طويلة، انما انا اجيبها لك متشفية من غير عظمة. خلاص احسن مذبوحة عندنا قدام الناس وفي المجزر الآلي. خلاص في كلام اكتر من كده؟ لا كلامك حلو. طب بيني وبينك كده هنصر اللحمة دي كويسة ولا ايه عشان ما يبقى؟ يا ابن اللحمة دي كويسة وبنت ناس البهايم اللي عندي متعلمة وداخلة جامعات. يا حاج سطور الناس بيقولوا عليك كلام زي الفل. يا ابني ده الكلام بص يا ابن حبيبي، الناس دي ما بتسيبش طول عمرها تتكلم من زمان. هي الناس دي بتسيب حد في حالها؟ والله ما بتسيب. طيب ناس تقول لك انا شغال في البهايم الصغيط والوجيع واللي بتجيب جنون البقر هو ده اللي بيتقال. يا ابني انا نعرف ربنا كويس. انا هنديك لحمة بهايم في الزريبة عندي، بتلاقي البهيمة كده البهايم بره عند الناس كده ماشية حافية. انا البهايم عندي لابسة كعب عالي وتعليم خارجي بتكلم فرنساوي. ماشي انا موافق يا حاج سطور بس في وشك
انا بنجيب بهايم مستورده، ده انا اللي بنورد للصين وبنورد من خبرين. مالك يا عم؟ ده انا سمعتي بص محصله السمك. حاج سطور اتطور، حاج سطور اتطور. وبعدين يا عم الكيلو اصلا معروف بره مثلا بكذا، انا بندي لك اقل منه 50 جنيه عشان الفرح ده بتاعنا. نبتدي شويه يا حاج سطور والراجل مزنوق. 350 واخر كلام عندي، ولو لقيت بره حد اقل مني بثمنها. هي بره بكام؟ بره ب 400 جنيه يا ابني. طب ما تهزم، انا بنقول لك هز معاه شويه، نزل لي شويه. بقول لك على تمام. قول يا حاج عشان برضه انا عامل حساب ليك للكلمه. 300 جنيه. بس انت جيت عليا. لا ما جيتش عليك والله، يا كده حلو عشان احنا برضه. خلاص بقى يا حاج فلوسك. خلاص يا حاج سطور ما فلوسك تنزلش امتى؟ كده. ساعة فلوسي ما بس نيجي نستلم استلموا اللحمه ان شاء الله تاخد فلوس. خلاص استبينا. ماشي استبينا. توكلنا على الله. حياة ربنا احنا عايشين مع بهاي. يلا ماشي. والله يبارك لك يا حاج سطور يكفي ويكرمك الدعوة دي والله. ويكرمك زي ما انت سترتني. يا رب. يا سلام عليك. يا رب. عامل ايه يا ابني؟ عامل ايه يا حاج؟ ازيك يا فتلي؟ انا كنت مستنيك تهزها حبه، انت عارف ان اللحمه وحشه، اللحمه انت بتجيبها السنتين. يا ابني انا عامل حسابك. يا ده انا عامل حسابك. يلا هنجيب لك انا 5 كيلو ترم عضمياتك الخربانين انت وعيالك. الله يمسح عليك. والله بس من اللحمه النظيفه. يلا ماشي. ها. طب ما احنا هزناها والكلام انتهى خلاص بقى. انا قلت لك هنجيب لك الحاجه بقى خلاص، وقرعه فوق منهم ترم عضمياتك. دول اللي بقوا عاملين زي ابو فصاده. انت بقيت ماشي تتهز، يجيبوك مره من الطرع ومره من المصارف. خلاص ماشي يا حاج سطور. ولحمته نظيفه. ماشي. خلاص هتعدي في الفرح وتبقى 100 100. طب افرض بقى جت في الفرح حاج دبور ده، تمام، وحد يعني حاجه جرى له حاجه. يا ابني جرى له حاجه؟ بقول لك اللحمه دي انا من مصدرها لاوروبا. يا عم ما تفتحهاش برضه، انا بقول لك احنا بنجيب الوبيه. افرض يا ابني اسمع انا نقول لك، احنا اللي شاركنا البهايم في اكله. شفت شعب بياكل الفول الدشيش؟ لا. الفول الدشيش ده بنحطه ليه يالا؟ للبهايم. للبهايم والحمير. بهايم وليه؟ والحمير. جرالنا حاجه؟ لا. جرالنا حاجه؟ لا. متنا؟ لا. بطننا نفخت؟ لا. ها؟ لا. خبري مالك يا ابني؟ انا بقى نقوم انا نعمل فيك حاجه، وبعدين لو حصل يعني نفرض لو حصل خلاص انا بعيد خالص. انا المصنع بتاعي بيطلع كده على الغلاف ان المصنع غير مسؤول عن سوء التخزين.